اهلا وسهلا، كي دايرين بنات خالتي؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير وبصحه جيده. كتعجبكم هذه الكلمه ديال بنات خالتي؟ المهم بديت ننساها، ولكن نتوما اللي ذكرتوني بها دائما تقول لي بنات خالتي في التعاليق. هو مهم. مرحبا بكم بنات خالتي، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اليوم فيديو جديد غنشارك معكم واحد النهير نتمنى يعجبكم، مهم مليء بالطاقه والحيويه والنشاط. يلا اختي ادخلي معايا الكوزينه. المهم قبل ما نبدا معكم الفيديو نصليو على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل عاوتاني ما نبدا معكم فيديو نرحب بالناس الجدد اللي التحقوا بالقناة. شكرا لكم اللي خطيكم. واخا كنشوف بان المشاهدات ما بغاش تزيد طلع شويه، ما عرفتش علاش. كثروا لي من التعاليق، الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا. تعليق فقط كتعطيني، واللايكات والتعاليق كتعطي باش اليوتيوب تقترحها في المنصه، وهذا مكان باش كيدخلوا عنا ناس جداد وبنات خالتي جداد وحدين اخرين. علاش لا نكونوا واحد أسرة. ومهم بقاو معايا اليوم هاد الفيديو. كما شفتوا دخلت الكوزينة هي الأولى في الصباح. أول حاجة بديت بها صيبت هاد الخبيزات الصغار. كل نوبة وشنو، بعد نوبات كندير خبيزات كبار بحال هكا، وبعد نوبات هادو كيجيو عاوتاني حلوين وزوينين عاوتاني. درت فيهم فقط غير الطحين. كان ما بقاش ليا البنات الطحين ديال القمح. وكما كتعرفوا الطحين ديال القمح راه صحي، ولكن كتعرفوا ما هذا الخبز ديال الزنقه ما زوينش، الله يسمح لنا منه. المهم غادي تقلقوا مني موالين المخابز وداكشي. المهم حنا عندنا هنا ما ماشي زوين، ماشي بحال الداخله البنات بلا ما نكذب عليكم. كاين اللي كيصايبوا زوين، كاين شي مخابز هنا كيديروهم زوين، ولكن شي وحدين الله يهديهم وصافي. المهم ماشي هذا هو الغرض وصافي، يعني تاكلي شي حاجه ديال الدار، هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. ومهم درت هاد الخبيزات هكا صغيورين وكيجيو زوينين، وكيديروا بهم هكا سندويتشات الدراري وليداتي هكا كتدخل الا دخلوا هكا مدرسه ولا في كاسكروط كيعجبهم هاد الخبز الصغير هكا. بعد ما كندير لهم هكا، بعد ما داك الباغيت بنفس الطريقه، غير العجينه العاديه اللي كان قلت لكم. درت هذا الفينو، ودرت شويه ديال فرص القمح. فرص البنات عفوا ما ديوش عليا وصافي. وصافي وشويه د الملحه وشويه ديال واحد شويه سنيده وصافي باش كتحمر لكم شويه دوك الخبيزات. وصافي البنات ودزت اختي للشقه. مهم هنايا راكم ديجا مهم مشاركش معكم حيت انا الزربيه البنات. طلعتها للسطاح نفضتها وداكشي. شويه تكرفصات ليا ان شاء الله غادي نصبنا عاوتاني. ايوا صافي. المهم راه قلت لكم عندي ديك الزربيه غوله غوله غوله. ايوا تيجي بالرزق اختي، وعاد ناخذ ان شاء الله شي زربيه اللي غادي تكون خفيفه. ايوا المهم دعيو معايا البنات، طلع لي هاد القناه اختي الله يجازيكم بخير. عاونوني طلع لي هاد القناه. راه يعني كنضرب عليها تماره، راه ماشي سهل باش تصوري هكا، راه نتوما عارفين. المهم سمحوا لي هنايا درت واحد الكغيماس هنا. راه مهم كان وحلو التصوير وهذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. ومهم للاستفاده وصافي، وغير باش كنحفزوا بعضياتنا دائما تنقولها لكم، ونقدر نفيدكم ونستفد منكم علاش لا. ودايراكم بحال بنات خالتي ولا شي وحدين من العائله ولا خواتاتي. وهادشي نقدر نقول لكم. مهم كل نوبه كتدخل عندي شي اخت جديده كنقول لك اختي شكرا على يعني كتشوفي لي الفيديو. كنشكرك بزاف بزاف، الله يخطيك والله يجازيك والله يجعلها لك في ميزان حسناتك. ايوا مهم مادام درنا هاد القناه والله اختي ما نكذبش عليكم، يعني كنهضر مع الكل. راه ربي اللي عالم، يعني بغينا نستافدوا منها وانتم كتشوفوا. هانتوما اليوتيوب مهم انا عندي واحد القناه احتياطيه البنات، واخا ما فيها لا ربح لا والو لان مازال ما قديتها. ومهم كان عندي فيها شي مشكل وصافي، غير ندير فيها الانتقاد بعد نوبتي الا كان طالع ليا الدم، واكثريه باش كنشوف هاد القنوات هادو اللي كيتعاطاو. راه نتوما عارفين، نتوما راه كتشوفوا كاين الناس اللي غادي يشوف اللي غادي يكون عارف هاد المسائل، وكاين الناس اللي يقول ويلي واش بصح هادشي. راه والله والله وتمشيو للضفه الاخرى ما كاين هي
ما كاين غير تحت الحزام لتحت، وعرفتي وشي مسائل راه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأكتر وهذا الشيء علاش حنا ما تيطلع ليناش هذا الفيديو للأسف الشديد. هذا الشيء علاش البنات حنا دابا كنديروا هكا محتوى نقي وكنخدموا فيه يعني بدراعنا، يعني راه باش انك ديري هذا الشيء راه ماشي سهل. راه كاينه شي وحده تقول لك ايوا صافي هذا الشيء راه غير الخدمه ديال دارك، واش اختي ديريها تحدي هكا وشدي كاميرا واختي وديري هكا وديري واحد كاع ندير واحد 8 ساعات ولا 8 دقائق عفوا. وشوفي اختي كي غادي تجيك التصوير وانا كيخصك ما تبينيش شحال حاجه وهادي وراه كتشوفوني كنغطي. المهم سمحوا لي وصافي. وهذا الشيء اللي عطا الله راه كنحاولوا نديروا الصوره مزيانه ومهم وكنخدموا كنقول زعما نخدم نقدر نستافد هكا البنات، لان علاش والله الا كيعجبوني انا البنات هكا الفيديوهات ديال تصايبيه هكا روتين، وانك كتشجعي وحده اخرى فهمتي. تقدر ان وحده اخرى عندها الملل ولا فيها شي اكتئاب ولا مثلا مقداش دير ولا كيجينا بعد مثل العجز، بلا ما نكذبوا باش كنشوفوا بحال هاد الفيديوهات كيشجعونا. ودابا اختي راه ولينا نشوفوا اختي هاي الفيديوهات ديال المعاطيه و واش غادي نقول لكم داكشي راه كله كذوب والناس كيجمعوا فلوس غير هكاك. وكنقول علاش لا حنا هكا قناه يعني محتوى زعما نقدر نفيد شي وحده وكتلقاي والو ما كاينش الاقبال للاسف الشديد، ولكن الحمد لله حنا غادي نصبروا تيحل الله ما تعرف. ايوا صافي هنا البنات غادي نشارك معكم غديوه ديالي. درت هنا فقط غير شويه ديال السردين شويه ديال النشوبه جبتها غير باش نقليها وقلت لا لا ما نقليهمش. وزيدون جايبه غير كيلو تما البنات. باش اجي نديرها واحد الطاوه زوينه كتجي عرفتي بنينه 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 البنات. شديت هنايا الا عندكم هاد الاله هاد الهاشوار ديروها اولا ديروها في المهراز اللي ما عندوش ولا فهمتوا. وصافي وكندير شويه ديال الشحمه فيها وكندير لي قامد الحوت. كنطحن كلشي كنطحن الثومه قزبر معدنوس شويه ديال الكمون شويه ديال ندير شويه السودانيه شويه ديال التحميره والخرقوم. صافي وكنطحن كلشي هانتوما كتشوفوا عرفتي تبارك الله. هاد الاله زعما كنقول على الله ما تخطى حتى شي مرة. الله يجيب ليها الرزق اللي ما عندهاش والله يجيب ليها الرزق تاخدها راه زوينه. صافي البنات هنايا شديت تقدري تشدي هي طاوه انا درتها هكا في الكوكوت. تقدري الا ما كنتيش مزروبه ديريها غير في اللاطه اختي وصافي وخليها كنقصي عليها. صافي خديت هنا شويه ديال البطاطا تقدر دير فيها خيزو. المهم انا كتعجبني غير بطاطا هكا غير بطاطا والدراري كياكلوا كما عرفتوا كياكلوا اكثر هي البطاطا. صافي ودرت عندي ديك مطيشه صغيره ودرتها هكا. ولا ما عندكش مطيشه صغيره حكي واحد مطيشه بحال هكا والزيت زيت البلديه وزيت الروميه. صافي اختي هانتي وكتزيدي شويه د الملح من الفوق لان على حسب ديك البطاطا اللي درتي وديك القامه اللي درتي في الحوت كتزيديها التحميره شويه د الكمون والخرقوم. صافي ودرت الفليفله هكا وعرفتي ما كاملش ربع ساعه البنات راه ونقصوا عليها باش ما تحرق لكمش الا درتوها في الكوكوت. صافي وديري غير شويه د الماء نقيطه د الماء نتوما تشوفوا الشي درت غير ربع ديال الكاس د الماء ودرت ليا الماء بزاف ومشيت وشحرتها. هنا غادي تشوفوني شحرتها لان ما كيعجبنيش انا المرقه تكون فيها الماء. واخا وليداتي قالك علاش شحرتي يا ماما خلينا ديك المريقه. ايوا صافي المهم كتجي بنينه ومعلكه وسريعه سريعه. هادو الناس اللي بحال هكا الطلبه مرا جات هكا مزروبه عرفتي ساهله تقدري ديرها حتى بالكفته العاديه اللي سميتو. قليت واحد شويه ديال اللانشون وصافي وديال الغديوه ديالي شاركتها معاكم. وهنا الخبيز ها هو من بعد ما طيبته داك اللي شاركته معاكم. ودابا نشارك معاكم طلباتها من عندي واحد السيده قالت لي عافاك شاف ديك نوبه الكيكه قالت لي هي كيكه عاديه يعني عارفه بان الناس كلشي تبارك الله تيعرفوا يدير كيكه. وقالت لي عافاك شاركي ليا الكيكه زعما كيفاش كطلعيها. صافي واليوم هانا اختي غادي نشاركها معاك. ما عرفت شكون اللي قالتها لي ايمان. ايمان اللي قالتها لي قالت لي المهم اختي عندي 3 ديال البيضات هنا درتها 3 على حسب شوفي المول اللي عندك واش كديري فيه 3 ولا 4 وكاس ديال السنيده. اول حاجه اش كندير اختي كنطلع البيض هو الاول الا بغيتي تجي الكيكه منفوخه. وكاين تبارك الله الناس اللي كيديروا غير بيديهم هكا يعني بالباطور ديال اليد العادي وتيطلعوا لك. خاصك تباطي البيض
البيض خاصو يطلع مزيان وسنيدة. انا ما درتش فانيلي، ما كانش عندي، درت فقط اكتفيت بدانون كاس ديال الحليب، والزيت كنضيفو بشويه بشويه، ما تضيفيش الزيت سمعوا لي الزيت ما تضيفيهش دقه. انا كنضيفو هكا، وتبارك الله كيكه كتجي غزاله وهشيشه فنه فنه فنه، عرفتي راه ما تشبعوش منها. المهم وكديري الطحين وكديري حتى الخميره، ما تكتريش منها الخميره، كاين الناس اللي كنشوف كيديروا 3 4، والمول كيكون مثلا هي صغير، هذيك 3 4 اختي الا كان المول ودرتي شي 6 البيضات ولا 7. اما بعد ما تكديري غير 2 بيضات ولا سميتو ما محتاجاش ديري خميره بزاف. انا هادشي هذه طريقتي صافي، كندير الطحين حتى كتكتبي هذيك 8، تشوفي انك كتكتبيها. وهنا شديت شويه د الخليط هذاك ديال الكيكه وصافي، وكنزيد فيه الكاكاو باش كتجي من الوسط كتجي مزوقه. صافي اختي هذه الكيكه ديالي، وكيكه ساهله وتبارك الله كلشي تبارك الله تيعرف يصايب دابا الكيكه هكا تبارك الله، وتطلع للناس كاملين. وصافي بغيت نشاركها معاكم هكا، وصافي ودخلتها للفران. الفران يكون بارد، انا الفران كيكون بارد كندخلها وطيب ليا من التحت اختي. ومن بعد تنطيبها من الفوق. وها هي الكيكه ديالي درتها لهم كاسكروط. ونتمنى تعجبكم ويعجبكم هذا الفيديو، وتنقول لكم مع السلامه والى فيديو لاحق ان شاء الله.